والحزب الحاكم في القضاء، إذ حدثت مشادة كلامية خلال جلسة الاستماع التي عقدها ممثلون عن البرلمان العراقي مع عوائل ضحايا عرس الدجيل، عندما تهجم ممثل الحزب الحاكم في القضاء على أحد شيوخ العشائر من الذين وصفوا القضية بأنها مسيسة ولا وجود لها أصلاً. هذا وقال برلمانيون شاركوا في جولة مع مراسلين صحفيين في قضاء الدجيل شمال بغداد للوقوف على تفاصيل قضية عرس الدجيل ميدانيا إنهم صدموا من المعلومات التي حصلوا عليها والمخالفة تماما للرواية الحكومية حول الواقعة. وقال هؤلاء البرلمانيون إن شهادة الكثيرين من أبناء المنطقة الذين التقوا بهم نفت وجود عرس في الدجيل في تلك الفترة من عام 2006 والتي أعلنت عنها الحكومة. وتهدف الجولة التي شارك فيها رئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري وممثل القائمة العراقية حيدر الملا وآخرون من كتل أخرى إلى البحث في تقارير تشكك في نتائج تحقيقات أعلنتها الحكومة من جانب واحد. رفضت وترافقت تلك التقارير مع زيارات قامت بها شخصيات عشائرية من منطقتي الدجيل وذراع دجلة في ناحية التاجي، قدموا من خلالها معلومات مخالفة للرواية الحكومية حول الواقعة، وخلالها حضور أي طرف محلي أو دولي التحقيقات أو مقابلة المتهمين في القضية. كان هناك يعني من الضحايا التي أعلن عنهم 70 ضحية، كثير منهم لم يأخذوا حقوقهم كضحايا. ومن وصلنا إلى هناك ردنا أن نعرف حقيقة الموضوع، لأنه الحقوق قد بعض الأشخاص حصلوا حقوق والآخرين لم يحصلوا. لماذا؟ فتبين أن هناك ناس من هذول كانوا مخطوفين وقتلوا لم تصدر لهم شهادات وفاة، وبالتالي أهاليتهم جوا وتكلموا أمامنا قالوا احنا ما مسجلين بالضحايا، يعني هم كعشائر يريدون هم يأخذون الحق بأيديهم. طبعا احنا كمجلس نواب للعراق نريد ان يكون الوضع قانوني وحكومي وان يمشي الناس على القانون وناخذ الحقوق ولا نظلم احد ولا ندع الناس ياخذون الثأرات فيما بينهم. العشائر قالوا لنا لا نريد ان تسيس هذا الموضوع ولا نريد ان تكون السياسه تدخل الى اهالي الدجيل وتفرق فيما بينهم. بدأت عدة روايات. بدأت الرواية الأولى في أن لا يعني تعذر على ذوي وشهداء عرس الدجيل في أن يأتوا بسبب أن الجريمة كان فيها خدش للحياة ومساس في الأعراض، فلذلك لأسباب عشائرية وعرفية يتعذر عليهم المجيء. منها بدأت رواية ثانية في أن هم يسكنون مكان بعيد ولذلك يتعذر الوصول لهم، إلى أن انبرى أحد الشيوخ وقال يا أخوان لا توجد يعني في الدجيل واقعة أو عائلة تحت عنوان عرس الدجيل. نعم. مما أثار بعض الأطراف المنتمين لبعض الأحزاب في إثارة مشكلة داخل القاعة من أجل لا تستطيع اللجنة البرلمانية من تحقيق هدفها للتحقق من هذه الواقعة. نحن نقول عبر قناة الشرقية أنه الدم العراقي مقدس، إدانة كل من يمس الدم العراقي يجب أن يحال إلى القضاء وينال القصاص العادل، ولكن لا يمكن أن نقبل في أن يوظف الدم العراقي في أجندة سياسية. وبدأت تتضح لدينا أن هنالك بعض الأجهزة الأمنية غررت وحاولت أن توظف الدم العراقي في قضية سياسية، وهذا خط أحمر على الجميع أن يعي شرف وقدسية الدم العراقي. ولذلك الوفد البرلماني مصمم في المضي بالتحقيق للوقوف على تفاصيل هذه الواقعة، خاصة بعد أن ترشح لدينا عدم وجود مدعين شخصيين بالحق الشخصي في الجريمة التي تسمى بعرس الدجيل.